السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور حبيباتي غالياتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب على حبيبنا يا رسول الله. والله يا البنات اليوم قلت لكم راني في حالة لا يرثى لها، الحمد لله نشكره من نعمته وفضله. الحمد لله يا ربي. قلت لكم اليوم راني مريضه بزاف يا البنات، قسما بالله يا البنات راهي فيا واحده البحه باينه من صوتي، مانيش قادره حتى نتكلم، راه راسي الشرحني في اعزكم الله، يعني خلوها اعضامي نحسهم مكسرين، جاتني نزله برد قويه يا البنات كيما شتو. قلت للزوج نخلي عندك الطفله، اليوم كان الجو حار يا البنات والدكتور يجي ما بعد العصر حدايا مركز تاع طبيب، مركز حدايا يعني بوكلينيك كما نقولوا، وعارفه حافظه يعني موعد الطبيب. المهم كي راكم تشوفوا لقيت الدار مرونه، يعني زادوني هم على هم صدقوني يا البنات. قبل ما نخرج كنت مرنخه الدجيشه، قلت اليوم ندير فيها غير حريره، انا كاين مرضيه البنات تعز عليا الحريره، نبغي نديرها بالاعشاب بالزعتر، ندير فيها نوار، ندير فيها كلش. حنا الوالده هكا رباتنا عليها، يعني كي الواحد تكون عنده لاغريب ولا المهم دير له ديك الحريره يومين ثلاثه يصبح، المهم تقلعي ديك الريحه تاع لاغريب والاخر الاعشاب مليحه للصدر ولا مفيده للصحه. المهم كما راكم تشوفوا رنختها خليتها تريح، بين ما رحت للشومبره لقيت مياده دايره كارثه يا البنات كما راكم تشوفوا، يعني الا من رحم ربي. لقيتها دايرت لي الشوكولا، لقيتها دايرت لي في الطلسه ليا في الفراش، يعني تبهديله وخلاص. الله المستعان. كما تعرفون كي نعود مريضه بلي قريب لازم كلشي نبدله، الفراش اللي نرقد عليه لازم يتغير، خاطش هي لا قريب يا البنات كتقعد في الفراش، نقولها لكم نيشان تبغي الغسيل. المهم راكم تشوفوا كي قاعده نقي ونرصي والشي على شي، لقيت الزوج معلق لي الكرافطه في الطاقه، هويت الدنيا كما راكم تشوفوا. بدلت الملايه نتاع السرير، راكم تعرفوني انا ما نقدش كي نعود مريحه نحسها في فمي لا قريب، نحسها لاصقه في الفراش، نبغي نبدل باش ريحتها تمشي. الحمد لله على كل حال. كما راكم تشوفوا صلحت الدنيا، قلت لكم لقيتهم مكعبرين لي الدنيا ومنقيه يا البنات، والله غير منقيه، يعني خليت الطفله معاه، قلت زعما على اساس عليها القايله طيح عشي تاني هي طايحه وتزيد تكمل معايا. والله غير الله يقدرنا يا البنات، والله كي اللوم كي طيح ربة البيت الساس كي يريب، والله كل شي يريب معاها، الله المستعان وخلاص. لقيت الزوج بلا ماكله، نطيبت له حاجه خفيفه هكا ما خلانيش في الحق، هو كي يشوفني نمرض يكمل، انا زوجيك شغل انا اللي انا الايد اللي راني كما نقولوا تاكل، يعني الواحد ما مستعمدش على روحه هو في وقت الشده، مولفاتو غير يعني راكو تعرفوا واحد يخدم يجي يرقد وياكل، هذا ما كنشوفوا الشيشه كيفاش غسلتها ورنختها، وغسلتها وعاود صفيتها، غسلتها باش تعطيني باش ترطاب لي. هذه شيشه المرمز البيضاء يا البنات، زدتها شويه خضره يابسه، درت اللحم يتقلى هو والصوالح هنايا البنات راها معطره من كل جهه، يعني انا ما صورتش. درت النوار، درت حب الهيل، درت القرفه، درت يعني راه مدوزنه من كلش الحمد لله. دوك تبقى لي غير شويه زعتر نديرو مع التالي ولا نعناع يابس. شوفوا البنات، وهذه يا حبيباتي شاركت معكم روتين بعد تعب وراكم تعرفوا وقت الشده. والله يا البنات ما تدوم لك غير صحتك والدعاء تاع الوالدين، الحمد لله يا ربي. وهذه هي كملت، قلت ندير كاساتاي هذا باش راني مريحه غير بالتاي باش راسي ما يوجعنيش. درت كاسي وكاس الزوج. وهذه يا حبيباتي ما تنسونيش في تعليق ولايك ودعواتكم باش نوض بنيتي ولدويرتي البنات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.